السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده اول جلسة من جلسات التأهيل لمحمد ابني. هو خد الجلسة وخلص على كده يعني، وانا هحط لكم جزء كده من الجلسة. خدناه كده، استأذنا الكابتن يعني والدكتور يعني، قلنا له بعد اذنك هنعمل تصوير كده لمحمد، فاستأذناه فقال لي تمام ماشي. وهو على كده محمد بعد اول جلسة كده يعتبر يعني محمد بعد اول كهرباء دخل. بعد اول كهرباء. بصوا كده رجل محمد اهي، هو دي لازم يحطها، دي اسمها دعامات شبكة في الرجل هنا والركبة. دي لابد منها عشان يعرف يمشي بعد كده، من غيرها ما بيعرفش يدوس على الارض او يمشي كده. بص المكان جميل ازاي هنا. مركز تأهيل ده على فكرة في محافظة سوهاج. هو بيكون باشتراك شهري يعني، اشتراك شهري على حسب عدد الجلسات يعني. ما نشوف، عايز تقول حاجة انت يا محمد قبل ما؟ ايه رأيك بعد الجلسة الأولى؟ مش حاسس انتوا عارفين محمد ما كانش حاسس بأي حاجة في رجله، لسه فاقد الإحساس في المنطقة اللي فيها الركبة واللي فيها العملية لسه. الدكتور بيقول له ايه الأخبار؟ قال له لا مش حاسس بحاجة. فاللي هي شغالة الكهرباء شغالة في رجله والنبضات والذبذبات، بس هو مش حاسس لأن لسه برضه هو طالع من العملية، فلسه الأمور لسه يعني في بدايتها. هو قال ممكن يحتاج لسه في مبدئيا بنحكي في 12 جلسة. احنا على كده بنحكي في 12 جلسة وإن شاء الله خير يعني بإذن الله. أنا عايزة أوريكم هنا، بصوا المنظر حلو إزاي كده. المنظر حلو، بس احنا كنا عايزين نيجي وندخله من غير ما يكون في إصابات وكده. المنظر جميل. هسيبكم دلوقتي. اول اسبوع في العمليه مفيش ألم تاني. اول اسبوع ده كنت بضرب في الألم. لسه في جرح قوي. ياخد له كام جلسة على كده على بعض كده؟ حسب الاستجابة بتاعته. تقريبا في المتوسط 12 ان شاء الله. حسب الاستجابة بتاعته اللي بيحدده التزامه في العملية وشغله. بص عليا. في ذبذبة لما تحس ان انت خلاص مش قادر قول لي خلاص انا مش قادر. لما تحس انها زادت عليك يعني. هو في حاجه انت كل هتحسبه مع بعض. زي الذبذبة ذبذبات قول لي كده. بس خلاص انا كده تمام. خلاص. هو مفيش حاجه. ماشي. مفيش حاجه. مش حاسس بأي حاجة؟ لا خالص؟ ولا ذبذبات بسيطة؟ ولا اي حاجه. طبيعي ده. لسه برضه. لسه. طب هو البني آدم الطبيعي يحس؟ لسه. انت بتزود يعني ولا إيه؟ لسه برضه لسه. في ألم أهم حاجة؟ ولا الهواء. ده طبيعي ده؟ ما عنديش حساس. ما بحسش. يعني كده مفيش احساس في المنطقه دي على كده عنده؟ لا احنا مش عايزين نتألم. لا عموما يعني لو بني ادم طبيعي مثلا لو حط الحاجه دي هيحس طبيعي. بيها. انا اقسم بالله. احنا مش عايزين نتألم. هو مش حاسس بألم بس خلاص تمام. ايوه حسيتها زادت عليك أو زادت عليك القوة شوية. تمام ماشي. انا ما اعرفش ايه الجهاز ده، بس هو ما اعرفش بيطلع كهرباء ده يا محمد ولا ايه؟ ها؟ بيطلع كهرباء الجهاز ده؟ ايوه. انت حاسس بحاجه بذبذبات طيب ولا اي حاجه نهائي؟ ما لقيتش الحاس. خلاص. 150. ما عنديش احساس. ايه ما عنديش احساس. بقول لك خلاص. مفيش احساس؟ شايف انا؟ ما اعرفش دي تحسها فيها عضلات كده. ايوه فين؟ ما فين دي؟ راحت فين دي طيب؟ المشكله ان انا شادد على كده. ما هي العضلات اللي فيها راحت.
معلش اقفل ولا استنى؟ طب اعمل اي حاجه، كلمه كده للزمن، كلمه كده كلمه كده. هنا النهارده محمد اول جلسه للعلاج الطبيعي، اول جلسه في رجله في العلاج الطبيعي. هقفل انا محمد. ممكن اعمل كده بقى كده. ممكن انا وانت مع بعض نمشي جايبان الصوره ولا لا؟ احنا كده سيبنا احنا كده ايه سيبنا مركز التأهيل ومشينا. احنا كده هنركب بقى هنركب ايه بقى؟ هنركب عربية تودينا المحافظة بقى. وادي محمد معايا اهو. احنا كده في العربية. محافظة فين؟ محافظة يا كابتن. انت على كده دفعت يا محمد، اديت له 12. ايوه. هتاكل ايه يا محمد؟ اجيب لك طعميه اي حاجة. ولا اجيب لك حاجات يعني باتيه وكده لغايه ما نروح؟ اي حاجة. ماشي. احنا كده ايه، وصلنا الاستاد، الحته اللي هي الاستراحه بتاعتنا اللي بنستنى فيها الاتوبيس. هنا المكان ده بيجي فيه الاتوبيس بقى. احنا هنا في المحافظه، يعني عند الاستاد اللي في سوهاج. ده المقر الاساسي للاتوبيس بتاع المدينه بتاعتنا، بيجي هنا بيوقف دلوقتي هنا. يعني هو قدامه فتره كده لسه، يعني زي ساعه ونص لغايه ما يجي. فانا ومحمد مستنيين اهو كده لغايه ما يجي. يعني جنبينا الشارع اهو الحلو ده، استاد سوهاج الرياضي اهو. كبر لكم الصوره كده اهو، استاد سوهاج الرياضي ده اهو. وادي محمد وادي رجله بعد ما خدنا اول جلسه بقى. هو جعان وعايز، يعني احنا ما اتغدناش اصلا، ودلوقتي الساعه داخله على الساعه 8 ما اتغدنا، يا دوبك فطرنا كده اكله على الماشي كده اهو. اهو يا محمد، بذمتك تقدر تاكل طعميه دلوقتي؟ انا والله ما اقدر اكل طعميه دلوقتي، الساعه 7:30 و5 أو 8 إلا ربع، صعب الواحد ياكل طعميه والله. روح ولي النعم. الله انت كده بوظتها خالص يا محمد. ايه مال ولي النعم حلوة. لا يا محمد انت كام ديل، احنا نروح نعمل اكل في البيت يا محمد. معلش نستنى الساعة، اجيب لك باتيه، اجيب لك اي حاجة، بسكوت، اي حاجة، كوباية عصير ونشربها والحمد لله. انت عايز ايه يا محمد؟ هروح اشوف محمد واشوف هو عايز ياكل ايه ونشوف الدنيا ايه. احنا بس نرتاح كده شوية ونشوف الدنيا ايه. بص ليه نظرات الولد ده، ليه نظرات. بصراحة انا مرضيتش ان انا اجيب له طعمية. بصوا انا جبت له كشري بصراحة، لان الطعمية تقيلة بصراحة، يعني تقيلة ورخمة على المعدة. يمكن الكشري شوية يعني نقول اخف شوية. فجبت له علبة كشري لمحمد، جبت له علبة كشري. انا ماليش في الكشري
بصراحة يعني، وخصوصا يعني دي الدقة بتاعته تقريبا او الشطة، معرفش ايه ده. دي الصلصة اهي، الصلصة بتاعته والمعلقة، وفي دقة. لا دي الشطة، دي الشطة دي اللون ده الشطة، اما ده فدي الدقة دي اللي هي فيها الخل والثوم وكده. واداني معلقة طبعا للاكل. فانا جبت له بصراحة يعني ايه الكشري ده اهو، جبت له الكشري. وفي بصل من جوه، استنى افتح لكم العلبة واوريكم ايه في العلبة. استنى افتح لكم العلبة لحظة اهي، بصوا الكشري بتاع سوهاج بتاعنا من المحافظة يعني. وانا جبت ايه بقى، انا ما رضيتش ان انا اجيب الكشري، ما بصراحة معدتي توجعاني، مش عايزة كشري خالص. انا جبت بتهاية حاجة خفيفة كده يعني اهو. جبت بتهاية بطعم مش عارفة محشية جبنة رومي يعني انا كده. وجبت كيس شيبسي، وجبت ازازة مية عشان المكان هنا مفيش هنا حد هنا فيه مية، فجبت ازازة مية. تمام اهو اللي جبته اهو، شيبسي والمولتو او اسمه ايه ده اللي هو الباتيه، والمية. جبت المية ده بالنسبة لي انا هيبقى غدايا كده، الغدا بتاعي الحمد لله على كده تمام زي الفل. ده وكتر عليا كمان، انا مستنياه بس هو راح كده اهو. جاي محمد راح يجيب علبة مناديل ويجي عشان ايه، عشان ياكل معانا الكشري. بعد كده بعد ما ناكل ونشرب المية هنقعد نستنى الاتوبيس زي ما قلت لكم، مستنين الاتوبيس لغاية ما يجي، نكون احنا كلنا وشربنا وقعدنا كده شوية ونركب الاتوبيس ونروح. تخيلوا بقى ان المشوار ده تقريبا هيبقى 4 ايام في الاسبوع، 4 ايام في الاسبوع جلسات التأهيلي والعلاج وكده. فان شاء الله دعواتكم معانا كده ان شاء الله يعني بالتوفيق وبالتيسير يا رب. دعواتكم معانا. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش تدوسوا على اللايك، تشيروا الفيديو. انا طلعت لكم باول ايام او اول جلسة لمحمد بعد العملية، وان شاء الله هحاول على قدر المستطاع ان كل ما محمد انزل معاه جلسة زي كده هصور لكم اليوم يعني بتاعنا بيمشي ازاي وكده. وخصوصا ان انا ناوي اصور لكم بقى اليوم اللي هيبقى فيه جلسة مية، لان هو قال له لازم جلسة مية عشان يعرف يرجع تاني يمشي على رجله. لازم لابد من جلسة المية، اللي هو ينزل المية حمام السباحة. كل ده طبعا تبع الجلسة يعني، تبع الكورس اللي هو بياخده، تبع الكورس اللي هو الشهري، كورس شهري ليه طبعا ليه سعره كده يعني، ليه سعره شامل 4 جلسات، 3 جلسات علاج تأهيلي وجلسات كهرباء وعلاج تأهيلي تمارين يعني اللياقة وكده، وجلسة منيهم هينزل فيها المية. لابد قال لازم الكابتن والدكتور قال لازم ينزل المية دي عشان العضلات عنده فيها لسه ضمور، عضلات الركبة وعضلات رجله لسه فيها ضمور، فلازم ينزل المية علشان المية بتديله نسبة شفاء أسرع. يعني نسبة الشفاء في جلسة لما ياخد الجلسة في المية بتبقى نسبة الشفاء أسرع، نسبة حدوث الشفاء أسرع. تمام. احنا كده يعني تقريبا كده هنقعد لغاية شهر، ممكن لغاية شهر يناير مع محمد جلسات، لسه لغاية شهر يناير. وبعد شهر يناير هنرجع للدكتور اللي عمل له العملية وهيعمل له تاني أشعة رنين ويشوف العملية ايه اخبارها والركبة وكده. محتاجة تأهيل تاني هيديله تأهيل تاني. لا تمام كده وعرف يعني الطبيعية الرجل وكده وعرف يمشي عليها تمام. فاحنا دينا اهو معاه ومستمرين، وربنا يشفي كل مريض رب العالمين. دعواتكم بالشفاء ان شاء الله. شكرا ليكم، اتمنى لكم الخير والسعادة والصحة دايما يا رب. ربنا يرزقنا ويرزقكم من واسع فضله وكرمه. انا كنت مبسوطة وانا معاكم في كل فيديو. شكرا ليكم.
اتمنى لكم يوم سعيد يا رب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.